السلام عليكم، مرحبا بكم. واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا ربي. قبل ما نبداو الوصفة ولا اقتراح اليوم نقول لكم صلي وسلموا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اقتراح اليوم ولا وصفة اليوم اللي هي قاطو السيجار اللي أخوات بزاف كان عندهم مشكل معاه، يعني يتكسر لهم ولا يجيهم من فوق. نقول لكم شوفوا تبعوا المقادير وطريقة التحضير، راح نعطيكم لي زاستيس كامل باش هكا ينجح معكم ويجيكم يعني على حبة واحدة. قبل ما نبداو بيان سور الفيديو تاع اليوم نقول لكم حطوا لي هذاك الجيم وتبعوا معايا الوصفة بإذن الله. بسم الله. هنا شوفوا انا راح نعطيكم لا باز تاع العجينه. نتوما تقدروا تقسموا العجينه على النصف وراح نخليها لكم في صندوق الوصف، يعني العجينه يعني نصف الكميه. شوفوا هنا حطيت 500 غرام تاع زبده، عندي 6 ملاعق كبار بومبي تاع سكر ناعم، عندي 3 حبات بيض كاملين، وواحد صفار تاع بيض، عندي 4 ملاعق تاع زيت يعني نباتي. راح نخلط المكونات كامل مليح كما راكم تشوفوا، قرصة ملح ولافاني. شوفوا بالنسبة للخليط هذا ولا المكونات هذو راني قلت لكم درت 500 غرام، لانه كنت حضرت معكم يعني حلوى من قبل هذيك اللي بالنسلي بنفس العجينة. انا هاد العجينة يعني نستعملها في الحلويات كامل، عفوا في لي صابلي كامل اللي نحشيهم، راني كنت هضرت من قبل. شوفوا خلطوا المكونات مليح حتى تحصلوا على هذا القوام الكريمي، لازم تتحصلوا على هذا القوام الكريمي. أنا ما نحطلهاش الخميرة، ما تحتاجوش تحطوا لها الخميرة، لأنه كيما تعرفوا كيما لي سيجار وهادو الحلويات اللي يتحشاو، يعني الأحسن أنكم ما تحطوش الخميرة، هكا باش ما يفسدلهمش لا فورم تاعهم وما يتنفخلكمش في الفرن. شوفوا جربوا هاد الوصفة، لأنه قلت لكم يعني كنت حطيتها هاد الوصفة يعني ما نسمحش فيها وما نبدلهاش إطلاقا، لأنه نحسها يعني عملية بزاف، اقتصادية، ما فيهاش يعني مكونات بزاف، ونستعملها للحلويات تقريبا كامل. شوفوا إلا كان حبيتوا يعني السيجار تاعكم بذوق الكاكاو، تقدروا تزيدوا في 250 غرام زبدة، تقدروا تزيدوا ملعقة ونصف تاع كاكاو، ومن بعد زيدوا الفارينة. أكيد كل شيء مغربل، لازم تغربلوا المكونات نتاعكم مليح. بالنسبة للسيجار، شوفوا أنا خديت السيجار تاعي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. هاد النوعية تاع السيجار مليحة بالبزاف، يعني القفلة تاعهم ماهيش معاودة، يعني راه تحسوه كأنه كما نقولوا حنا تيو، ما كي تحطوا العجينة عليه ما تخافوش إنه يتكسر لكم. شوفوا بالنسبة للسيجار الأخوات اللي يجيهم منفخ ويجيهم لأنه الهواء لداخل، راكم تخلوا الهواء لداخل في السيجار، يعني حاولوا أنكم كي تحطوا الحبة تاع السيجار تروليوها، أقفلوا مليح هذاك الشكل يعني من تحت، ومن بعد نعاودوا خرجوا هذاك الهواء. شوفوا مليح، راكم تشوفوا معايا كيفاش راني ندير، يعني رايحين تحسوا إنه الهواء لداخل راه ما كانش. إلا يعني خليتوا الهواء راح يجيكم السيجار تاعكم منفخ، قادر يتكسر لكم كي من بعد كي تعاودوا تنحوه وتجيكم الحبة ماشي متحوفة. وشوفوا ما شاء الله كيفاش راني نسقم فيه، يعني هنا راني نسقم قدامكم. بعد ما تقفلوه لازم تعاودوا يعني غير بالعقل بهذه الطريقة. شوفوا الطول نتوما تتحكموا فيه، انا ما نحبش السيجار تاعي يعني يجي طويل بزاف، لهذا نقصت من الحواف. وثاني لازم تنقصوا باش هكا تقدروا تخرجوا السيجار تاعكم من بعد كي يطيب لكم من العجينة. شوفوا غير بالعقل، إلا حسيتوا باللي مازال الهواء لداخل لازم تضغطوا شوية هكا على العجينة. شوفوا ما شاء الله كيفاه جاتنا الحبة تاعنا. نحط السيجار ساعي يطيب على 180 درجة، إلا كان عندكم فرن تاع الغاز، وإلا كان عندكم عفوا الفرن تاع الغاز ولا الكويزينيير عادي سخنوا الفرن تاعكم مليح. من بعد نقصوا له النار يعني شوية هكا كما نقولوا حنا على نار متوسطة، دخلوا السيجار تاعكم يطيب لكم من التحت. من بعد كي تحسوا بلي طاب من التحت عاودوا شعلوا عليه من الفوق، ما طيبوش بزاف يعني تحرقوه كما راكم تشوفوا، يعني الشكل والاخر راهو باين. هنا لازم تخلوا السيجار تاعكم حتى يبرد مليح تماما، من بعد باش تقدروا تحشوه. شوفوا انا خدمت يعني حوالي 25 حبه من نفس العجينه، 250 غرام، يعني طيح لكم حتى ل 20 يعني حبه، حتى ممكن 30 حبه على حساب الطول وكما نقولوا حنا الحجم تاع السيجار تاعكم. بالنسبة للحشوة، حشوة بسيطة، عندي كيلة تاع كاوكاو محمص ومرحي، عندي كيلة تاع قطايف عفوا ماشي قطايف، ديول محمصين، وتحبوا تقدروا تستعملوا يعني في بلاصتها الفايتين، وعندي كيلة تاع كوفريت ذوق الشوكولا مرحي. شوفوا هنا أنا راح نلم ملعقة كبيرة تاع الأوبتيلا
تقدروا يعني إلا كان حبيتوا ديروا ذوق النيسلي تقدروا في بلاصة الأوبتيلا تقدروا ديروا النيسلي. هنا فقط استعملت الباتور لأنه يعني ما نحبش هكا الخليط سورتو كي تكون فيه الديول هكا يجيني حرش هكا في اليدين، والباتور أحسن باش هكا الديول تاعكم ثاني يدقدقهم كيما نقولوا حنا، ويجيكم القوام يعني يبقى شوفوا هاد الحشوة تبقى مقرمشة وطرية في نفس الوقت. جربوها شوفوا تقدروا تحشوا بها أي نوع من الحلويات عندكم بذوق الشوكولا. شوفوا يجيكم واحد الذوق وواحد المذاق واش نقول لكم تلقاو الطراوة في نفس الوقت تلقاو القرمشة. شوفوا حاولوا أنكم تدخلوا العجينة غير بالعقل للسيجار تاعنا. من بعد في الوسط حطيت يعني الأوبتيلا باش ما نخرجش من التام تاع الكاطو تاعي، ونعاود نقفل عليه بنفس العجينة. يعني هنا كي تكونوا تخدموا خدموا غير بالعقل، حاولوا أنكم تسويو يعني الحبة تاعكم وتسقموها، لأنه لو كان تضغطوا بزاف راح تتكسر معكم الحبة. أنا نسي ديجا ما نكذبش على خواتاتي راهم ديجا تكسروا لي زوج ولا ثلاثة، لهذا يعني حاولوا أنكم تخدموا غير بالعقل. إلا حبيتوا يعني الخليط يجيكم يعني جاري ولا طالق روحوا تقدروا تزيدوا كمية تاع الأوبتيلا وتقدروا تخدموا بلابوش، لكن هاد الحشوة ننصحكم بها بالبزاف. هنا بالنسبة للشوكولا شوفوا أنا هنا استعملت أوبتيلا شوكولا نواغ أوبتيلا. شوفوا واش نقول لكم ماشي راني ندير لها في الإشهار ولا بصح حسيتها. شوفوا صدقوني مع قاستها هذيك الحرارة بدات الشوكولا تذوب. شوفوا ما تاخذلكمش حتى وقت طويل كي تكون تنشف، يعني جات ليس ما شاء الله ما كانش يعني ما لقيتش فيها حتى مشكل. جربتها هي والتاج شوفوا، لكن حسيت الأوبتيلا أحسن من التاج. يعني تعطيكم واحد القوام تاع الشوكولا واش نقول لكم. شوفوا راهي قدام عينيكم، وميم لا بريونس يعني تبقى محافظه لا بريونس والذوق تاعها ثاني روعه. شوفوا جربوها يعني الا كان لقيتوها يعني الكلاصاج يعني الاوبتيلا شوكولا الكلاصاج جربوها على ضمانتي نتيجه ولا اروع. شوفوا هنا انا راني كلاصيت الحبات هكا كي نكلاصيهم اكيد راح نحركهم كما ديما نقول لكم. يعني هذه الطريقه تحسوا انه الحبه تاعكم تغلفت بيا وما تدير لكمش هذوك الزوائد اللي بزاف. بالنسبة للجوانب فقط هذيك الشوكولا اللي كانت بقات لي غمست الجوانب وغمستهم رمتهم في القطايف عفوا. راني غير القطايف في الوصفة هذه. شوفوا غير سمحوا لي راني رمتهم في ديول محمصين. تقدروا ديروا القطايف بيان سور تقدروا ترمضوهم في الكاوكاو تقدروا ترمضوهم في الواد كوكو واش تحبوا حتى يعني تقدروا تخلوهم سامبل. هنا عاودت خديت هذيك الشوكولا درت زيكزاك من الفوق نخليها مامبا 5 دقائق ولا 10 دقائق تنشف. شوفوا هاد الشوكولا صدقوني اللمعان تاعها يبان والبنه تاعها كما قلت لكم جربوها لا ضمانتي. وفي الاخير هذا هو السيجار تاعنا. نتمنى انه يعني كنت فدتكم ولو بالقليل. الاخوات اللي يعني تكسر معاهم واللي ما نجحش معاهم نتمنى انكم تجربوا الوصفه. خلوا لي هذاك الجام اجر عليكم. اذا حسيتوا يعني انه الوصفه تستاهل الجام خلوا لي هذاك الجام. دركا ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم مع وصفات اخرى ان شاء الله. في امان الله.